ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده بقى مع بعض كحك العيد، بس هنعمله على الساخن، وهنعمله كده بطريقه امهاتنا كده وجداتنا بتوع زمان. حاجه كده جميله هترجعك كده للزمن الجميل، وريحته هتبقى ماليه البيت. حاجه حلوه جدا. وهتسمعي معايا كمان معلومات مهمه جدا ومفيده جدا في الفيديو دوت. بس اهم حاجه تشوفي الفيديو لحد الاخر عشان خاطر تشوفي المعلومات اللي هتفيدك وتعرفك ايه الفرق من انك انت عايزه تعملي كحك ناعم، او تعملي دايب قوي او مش دايب قوي. كل ده هتسمعيه معايا في الفيديو. يلا نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نشوفها مع بعض. اول حاجه المقادير سهله جدا، وهكتبها لكم كلها في صندوق الوصف. عباره عن كيلو دقيق، هتجيبيه جميع الاغراض او سنبله فرات اي نوع، تمام كده. و550 جرام سمنه، ونص كوبايه سكر بودره، ومعلقتين سمسم كبار، ومعلقه خميره صغيره، ومعلقه بيكنج باودر صغيره، وكوبايه ميه، كوبايه ميه دافيه. اول حاجه هنعملها هنحط المكونات كلها على بعضها، اللي هي المكونات معانا الدقيق والسمسم والبيكنج باودر والسكر البودره، اللي هي مكونات الجافه. وهنقلبها كلها على بعض. في الوقت ده هنكون حاطين السمنه بتاعتنا على البوتاجاز عشان خاطر تقدح. احنا بنسخنها. الفرق بين الكحك على الساخن والكحك على البارد انك انت لو هتعملي الكحك على الساخن بتسيبيه فتره طويله، وهتسيبيه فتره طويله وهتعملي كميه كبيره تعمليه على السخن. لو هتعملي حاجه بسيطه جدا وتخلص على طول تعمليه على البارد عادي، مفيش مشكله. طبعا انا بعد ما حطيت الحاجه كلها على بعضها، هنا معايا الخميره. احط معلقه الخميره ومعلقه سكر صغيره في كوبايه الميه الدافيه اللي احنا حاطينها. كده السمنه بقى سخنت معانا. هبدا بقى اعمل كده فحره في الدقيق، وابدا اقلبها. هتقلبيها الاول بالمعلقه لان هيبقى الدقيق سخن جدا عشان خاطر احنا مسخنين السمنه، ولحد ما بيبرد. بعد كده بتبسيه بايديكي. البس بتاعه بياخد حوالي دقيقه، يعني ما بياخدش كتير خالص. من المعلومات بقى معانا، انا حطيت 550 جرام سمنه. انت لو عايزه الكحك ناشف شويه هتحطي الكيلو دي بياخد نص كيلو سمنه. لو انت عايزاه دايب يعني كده وسط زي ما انا عملته كده هتحطي 550. لو عايزاه بقى دايب قوي اللي انت ما تعرفيش تمسكيه بتحطي 600 جرام سمنه. طبعا انا عاملاه بالسمنه البلدي، ولو انت حابه تعملي بسمنه خليط تحطي بلدي على اي نوع تاني او اي نوع بقى سمنه عادي، ما فيش مشكله. وبتجيبي كمان، انا نسيت اقول لكم في المقادير كمان، بتحطي معلقه ريحه الكحك بتجيبيها من عند العطار، ممكن تستغني عنها خالص، ما فيش مشكله خالص. ما انا قلت لك دلوقتي الفرق بين الكحك السخن والبارد. السخن لو هتعادي الكحك فتره طويله لو عامله كتير. الكحك البارد لو انت عامله حاجه بسيطه تستخدمي تعملي عادي على البارد، عشان ما بيقعدش كتير معانا. طبعا في ناس بتحب تحط على الكحك لبن حليب. لا، اللبن الحليب ده هو اللي بينشف الكحك. بتقول ازود اللبن عشان خاطر الكحكه تبقى حلوه. لا، انت لو عايزاه يبقى دايب كمان بتحطي زي ما قلت لك كده كوبايه ميه دافيه صغيره. دي عشان خاطر عشان خاطر الخميره. بعد ما بسينا بقى الكحك بنجيب الخميره بتاعتنا ونحطها عليه عشان خاطر نكمل البسام بتاعه. شوفي انت ممكن تحسي ان هو مبرول معاكي شويه، مفيش مشكله خالص. انت هتبداي تمسكيه بقى على ايديكي كده زي انا بعمل كده بالطريقه دي اهو. هنبدا ناخده يعني بين ايدينا كده، ونشغله كده شويه، وبعد كده هنكوره ونحطه بالطريقه اللي انت شايفاها كده. هتجيبي بقى عندك صاج او عندك صينيه او اي حاجه، وما تدهنيش الصاج او الصينيه اللي انت هتسوي فيها. ليه؟ لان هو الكحك فيه سمنه بما فيه الكفايه، فان شاء الله مش هيلزق، ما تقلقيش. زي ما شفتي في اول الفيديو كده طالع سهل جدا. وبعد كده بقى هنجيب البصامه بتاعتنا، ونبدا بقى بعد ما بنكور الكحكايه صغيره كده. الكحكايه بتبقى حوالي 20 جرام. بتعملي كحكايه حوالي 20 جرام، يعني كوره كده في ايدك انت بالويم كده هتعرفيها. برصه بقى في الصاج كده، وابدا بعد يعني كل مثلا بعد ما بعمل كل 3 4 بروح شغاله عليه بالبصامه لحد ما اخلص الصاج كله الاولاني معايا اهو. انا بعمله كذا مره عشان خاطر اوريكم. طبعا بالبصامه بقى بالمنقاش باي حاجه عندك يعني بتبداي تعمليه. لو انت لقيتي الكحكايه شققت معاكي بترجعي تاخديها وتعمليها تاني برضو كده بين ايديكي يعني. زي ما قلت لك احنا ما استخدمناش، زي ما انت شفتي ما استخدمناش عجان وما استخدمناش اي حاجه خالص. وفي ناس مثلا تقول انت ليه بتحطي بيكنج باودر مع الخميره؟ هو بيخلي الكحكايه بتاعتنا هشه. البيكنج باودر مع الخميره بيخلي الكحكايه بتاعتنا هشه. وبقى زي ما انت شفتي اهوت كده. طبعا زمان كل الامهات زمان كانوا بيعملوا الكحك على السخن، ما حدش كان بيعمل الكحك على البارد ده خالص. زمان بقى كانوا بيعملوا كميات وكده يعني. انا خلصت الصاج الاولاني بين ايد الفرن على درجه حراره 180 عشان الكحكايه بتاعتنا ساده مش محشيه. لكن لو الكحكايه بتاعتنا محشيه بنقيدها على 220 عشان الكحكايه تستوي من جوه.
يعني زي ما قلت لك كده، بالنسبه للتسويه الفرن بتاعنا بيبقى على درجه حراره 180 عشان الكحكايه ساده. لو انت عامله الكحكايه محشيه بتقيديها على درجه حراره 220. طبعا انا جبت دلوقتي الشوكه بعمل بيها، بقول لو ما عندكيش بصامه او ما عندكيش منقاش، بتجيبي الشوكه وتعملي بيها كده اهو، العلامه باينه جدا، ولما بتستوي بتبقى باينه، بيبقى شكلها جميل قوي. يعني ما فيش حاجه يعني ايه توقفك. الموضوع سهل جدا وما بياخدش وقت اهو. شوفي شكلها عامل ازاي بالشوكه، شكلها حلو جدا، مفيش مشكله يعني. ده كده حطيناه وطلعناه من الفرن اهو. بعد ما طلع من الفرن بياخد حوالي ربع ساعه، زي ما قلت لك تاني على درجه حراره 180. شايفين عامل ازاي؟ قطم معايا ناعم ازاي، دي نعميته. هنبدا بقى نجيب الايه، ما تشيليهوش من الصينيه او الصاج الا لما يبرد خالص، ما تحاوليش تشيليه وهو لسه سخن نهائي، عشان هيبصم معاكي ويبقى ايه، ويبقى مش كويس. بنجيب بقى السكر البودرة كده ونرشه ونحطه معانا بقى، نتعينيه بقى في كرتونة عندك او في علبة كحك زي ما انت شايفة كده. وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. والناس بقى الحلوة اللي لسه معايا لحد اخر الفيديو، يا ريت تجربوا الوصفة وتقولوا رأيكم فيها.